يغال يشرك ربي عز وجل على فان الحياة ينس يتبع كلا وين ينس. سليمان عليه السلام هكا قال هكا سوسوق لا دخلك والامكان واش ودنا الافان اننا ربي يرفع فلاس الناس نورمالمون تتبع افريد داوود ام افريد زينان افريد سبحان الله الناس دخلك يرفع فلاس خاطر انك ويتبع على انك ويتبع على افريد الفافاس داوود عليه السلام غادي يصدر نورمالمون ويتشرك كاس ربي ولكن ما يخدم زينه معليش يتبع افريد الفافاس داود عليه السلام. ذو قال الانبياء مقرحانا بنو اسرائيل هكا كي تقارنت اثناء النصوص داخل كتاب ارغورس نكون ندنس ولاله ودنس في السيره انا حكى ديني نسوا سوا نتساوي ناين ولا حد اسيدي فينا في الرسول صلى الله عليه وسلم. صافي شحال بقينا من الوقت زرش الحكمه الشرعيه ديس دم نحبس الغوص الا قالت الشبهه ياكي وس الدليل لم يجي ولم يكن لي وين ندير ظنك هيك ما الذي نسلم يقول لا اصلك شي تسمى القران تسمى القران دي قادر بك زوجين ليس زوجين تكفى مسألة وتسمى الايه ولا ذات الرضمان كما قلنا ما الذي يونان ما صار انا ذا وذاي كذا الى صار واحد نهار دابور لي شابيتر كي كلا داكي اثن سوا ماركان بهذا النهار اني انا هذا شدواكي شدواكي النبي يجي ام قرحا اربان اسرائيل داود وسليمان عليهما السلام. اذا تجي مقارنه الحكمه التشريعيه انه غلا الحكمه الكاروث واش نختم الدرس ان شاء الله شحال بالضبط الوقت خمسة معليش خمسة معليش. الحكمة السياسية أشو دليلنا في الحكمة السياسية نهضرت في اللاس تاع كل عام فيما مضى في لا جويرية بنت الحارث سيدة بني المصطلق لند فاسلا رئيس القبيلة يفر وكذيلس يوكنا ذنا رصاص الإسلام إذا ما شاء الله يقول حدنا مش ولا يمكن إنه نقول حدنا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة الرسول صلى الله عليه وسلم يفرس الجيش فباغته وفي هذه الغزوة التي تسمى بني المصطلق غزوة بني المصطلق أسر الرسول يعني انتصر في الغزوة يبوي تنسي دي بريزوني انفيرون 100 فامي كيلك فامي كيقروا من بينهم فافاس الجويرية فافاس وأسر جدنا حوالي 100 بيت من بينهم جويرية يلس نشاف نسان يلس نشاف نسان ثوال أسيرة تفغان ما تسوي الحريين ساعة صردين في دلا فيما مضى تروح الرسول صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه ودخلت في الإسلام مي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم تكشم ديال الإسلام تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم الأسرى يقلن المئات من الأسرى لي بريزونيين يقلن الصحابة رضي الله عنهم فرانا سنير كلي أرانا سني صور دين نسا فكنا سن أفي غير الناس نخطو كي يضولان من الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوزان سعو يضولان الرسول سيدي بريزونيير غورنا مي ولا نكني وقلني دقي من القبائل وكذاب باسير كلي وقذني الأسرى مي ولا نكن النان لا يفعل هذا إلا نبي فدخلت القبيلة كلها في الإسلام تكشم يوم سنين الرسول صلى الله عليه وسلم بركة جويرية يجي بنت الحارث بنت سيد بني المصطلق البركة ينس تغلب البركة يوك القوم ينس يكشم من الإسلام إذن تدي السبة الزواج الني والقضية حدثت 5 سنة من الهجرة يعني أصلا لم يعش كذلك طويلا معها بعض السنوات ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الحكمة حكمة سياسية إوا كتكفوا الجيران إوا كيكشملوك بدنا الإسلام القبيلة بأكملها دخلت في الإسلام بهذا الزواج الرسول ولا بلولوا الزواج ماشي من الناحية الشهوة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حكمة سياسية. أم حبيبة وهي بنت أبي سفيان أم حبيبة يموت ولا كيقارن بلي ارتد عن الدين أرجزيس ذي الحبشة ميدوغال وكان دوارسا خامس أبو سفيان لا مشرك ربما تسنى انت لا مسلمة ميدوغال سي الحبشة
أم حبيبة يجي ليست أي كان، بنت أبي سفيان كذلك، ذي ليس رملة بنت أبي سفيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها لحكمة سياسية، أخطر آخر المشركين مقرحا من بينهم رضي الله عنه وقت يشمل الإسلام وهو أبو سفيان. يزوج صلى الله عليه وسلم لحكمة عديدة، من الحكمة الاجتماعية واجتمعت صغال، وهي كانت امرأة أرجز يعني روح يعني أرملة وزيد، وهي ليست أي كان، بنت قائد جيش معروف أبو سفيان زعيم قريش. ولا أبو سفيان اسمه السلاب ليزوج الناس هو الرجل افتخر برسول وهو كان مشرك. الناس باش نابورت كي اللي يجي. فقلت الضربات على الرسول صلى الله عليه وسلم، يغلى كل ما يروح هذه هجمه فالرسول يتخمم في الليس، يتخمم في الليس خاطر تنى الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا زواجه كان سياسيا وكذلك اجتماعيا، خاطر كانت ارمله الناس هو الفحل لا يقدع انفه. وكذلك الزواج إذ نهضر كذلك في صفيه بنت حيي بن أخطب، وهي التي كانت يهودية، ومن زمان سميت كذلك ماريا القبطية، ونهضرت في لاستو كذاكي من أهل الكتاب وسنتد من الرؤساء. أما صفية بنت حيي بن أخطب العلماء قارنت في ليس زعيم اليهود حيي بن أخطب. إذن مين تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولا يخدم العلاقة أكد اليهود، مع علاقة تلقى علاقة ناس به. وللإشارة أن صفية دخلت في الإسلام وزوجيز في اليهودية دخلت في الإسلام، ولكن سميت زوج الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنحها. هو كانت واحد تزور الأنسبينس الناس واحد زور اثنين خاصة كني قيمن يهود، ولكن كانت مسلمة وكانت طائعة لله والرسول. ثاني كذلك زواج يمكن أن نسميه لتوسيع دائرة الزواج في الإسلام، أن الإسلام يتعامل مع الجميع وأنه عالمي. الإسلام الدعوة ليس عالمية ماشي ضيقة دي عرف كان ناوي قد نجيب الجزيرة العربية، لا. أما ماريا ثيض فهي التي جاءت من الأقباط، ذبس قبطي لكوبت كسنقرن قبطي لكوبت ميلا ذي مس كانت رومانية من الروم، هي كانت أمد يعني الروم وففس إلى مصري من الأقباط. يعني الزواج كان له الحكمة وهو التوسيع، وأن الإسلام يوسع الدائرة أرفر. وكانت على كل حال أرملة، سواء كانت نعم حول صفية بنت حيي بن أخطب يموت الجزيس في غزوة الأحزاب، كما مات كذلك أبوها الذي كان يرفض أن يتزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن شاءت الأقدار وشاء الله أن يموت ففاس هذه مسألة جزيز فيتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كذلك إذن حكمة سياسية في الدرجة الأولى وتشريعية في الدرجة الثانية لتوسيع دائرة الإسلام. أدن غير آخر ما نختم به ربما يون العالم يعني ختمت الحكمة يجن تعدد أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم دينا في كتابه قيم، وهو محمد علي الصابوني في كتابه شبهات وأباطيل حول تعدد أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لها كذلك يون وكثيرات. يقارد في آخر الكتاب نص يقارد هذه أيها المؤمنون أمهات المؤمنين زوجات الرسول الطاهرات اللواتي أكرمهن الله بصحبة رسول الله وجعلهن أمهات المؤمنين، وخاطبهن بقوله تعالى ربي خطب النساء إن يسنت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقد تكمل كلام نس وقد كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بهن لحكم كثيرة راعى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مصلحة الدين ومصلحة التشريع ومصلحة الرحمة وتأليف القلوب والمصلحة الاجتماعية وتحبيب وجذب كبار القبائل زعماء رؤساء ولا أبو سفيان وحيي إلى غيرهم، وإكرام العشائر وجميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا السيدة عائشة كما ذكرنا. وقد عدد الرسول زوجاته بعد الهجرة في السنة الثانية التي بدأت فيها الحروب
بين المسلمين والمشركين، وكثر فيها القتل والقتال، وهي السنة الثانية للهجرة إلى السنة الثامنة